بعد ما كافكا دوز الاختبار الاول وجا في المراتب الاخيره، داز الجزء الثاني من الاختبار اللي المهمه ديالو هي يقضيو على الكايجو، ولبسوا هاد البدله اللي كتضاعف قوه اللي لابسه بزاف ديال الاضعاف. قاسوا القوه المحرره لكافكا اللي كتكون 0% ورينو 8%، ولكن شينوميا كتكون نسبتها 46%. ومع كافكا ورينو قوتهم الهجوميه ضعيفه بزاف، قرروا باش يعاونوا الافراد الاخرين اللي معاهم في الاختبار. وكافكا حيت عنده خبره في مجال تنظيف جثث الكايجو، بدا كيبرز مدى الاهميه ديالو معاهم في تحليل قوه ونقطه الضعف ديال اي كايجو، وبدا كيثيق في راسو شويه انه غيتقبل. ولكن الفرحه ما كتكملش، وكيهاجموا واحد الكايجو اللي كيتسبب ليه باصابات بالغه، وكان غيقتلو، ولكن كتجي شينومي في اخر لحظه وكتعاتقو، وكتكون رجل كافكا تهرسات، ولكن هو مبغاش يستسلم وقدر ينوض عليها بصعوبه. وتزادت القوه ديالو من 0% الى 0.01، وقال هاد المره ما نستسلمش. والقائده مينا كانت كتشوف كميه الاصرار اللي في عينه، والرقيب هوشينا كيقرر يخليه يكمل الاختبار. يلا كافكا بغى يقول رينو غير كمل بوحدك، ولكن رينو كيقول ليه خليني نعاون، وكيطلع كافكا فوق كتافو. والرقيب هوشينا المره الثانيه كيموت هنا بالضحك. وفي الجهه الاخرى كنشوفوا شينومي وهي كتقتل في اي كايجو كتشوف قدامها بلا توقف، كتستخدم اي حاجه كتشوفها في الطريقه كسلاح وكتبيد بها الكايجو. كتكون قضات على جميع الكايجو اللي من فئه اليوجو. وديك الساعه مشات عند الفئه الاخرى اللي هي الهونجو، قتلوا عليه واحد القنبله صوتيه اللي تجذب الانتباه ديالو بسببها، وانقضات عليه بسرعه كامله تيرات لي وسط الجسم ديالو. وهكا كتكون قضات عليه والاختبار كيكون سهل. وديك الساعه كيسترجعوا جميع كاميرات المراقبه ورسلوا ليهم فرق لعلاج المصابين. السبب شينومي اللي كانت قويه بزاف وقدرت تقضي تقريبا على جميع الكايجو، حتى واحد ما انسحب من المتسابقين. ونعم هادشي اللي كيكون متوقع من بنت المدير قوه الدفاع، ولكن في عمر شي حاجه ما كتكمل في الانمي. وعلى غفله كيخرج كايجو غريب من الدخان وكيضرب شينومي بطلقه في قلبه، ويلي صدمتهم بكل المقاييس. وكنتفاجئوا عاوتاني باللي جميع الكايجو رجعوا للحياه بعد ما قتلاتهم شينومي. في ديك الساعه كافكا حس بشي حاجه ما هياش غتوقع، وتا واحد ما كيكون عارف شي حاجه على هادشي اللي وقع على غفله. وكيبقى السؤال المطروح هو منين جا هاد الوحش، وعلاش كيبان الشكل ديالو فحال البشر، كيفاش قدر يرجع الكم الهائل من الكايجو للحياه بعد ما ماتوا. شينومي كتكون بشي طريقه قدرات تحمي القلب ديالها، قدرات تجمع جميع الدروع اللي في البدله في بلاصه واحده. ولكن كيصدم هاد الكايجو مره اخرى حيت كيقدر يهضر، زعما يقدر يكون قالي بحال كافكا تحول كايجو بشري. شينومي في هاد الوقيته عاد جات الجرح ديالو وبغات تهجم عليه، ولكن هو ما عطلهاش، قدر يطيحها بسهوله. في مركز المراقبه سمعوا صوت شينومي وهي كتغوت بعد ما اصاب الكايجو. كيشوفوا تشوه على مستوى اعضائها الحيويه، كيكونوا ما عارفينش اش واقع، حيت جميع الكايجو اللي خاصهم يكونوا ماتوا رجعوا للحياه. ومن بعد قاسوا القوه المحرره من الهونجو اللي قتلاتو شينوميا بعد ما حيا، ولقوها انها زادت بشكل ملحوظ. والقائده مينا كتامر بتفعيل دروع لجميع الممتحنين واسترجاع كاميرات المراقبه، وقررت انها تدخل هي والرقيب هوشينا. كيبان لنا انه غيكون شي قتال هربان، وداك الكاجو اللي الشكل ديالو بحال البشر مشى كيف ما جا بطريقه اغرب من الخيال. ومن بعد الهونجو رجع للحياه. شينومي في هذا الوقت كتكون في حاله يرثى لها، كتحاول تداوي الجراح ديالها بالبدله، كتقول مع راسها من حد هنايا نبقى نتقاتل باش حتى واحد ما يموت. ولكن الهونجو ما كيعطلهاش ولا السقى مع الحيط بضربه واحده، وكتفكر الاب ديالو هو كيقول لها خاصك تكوني مثاليه وقويه باش تدافع على البلد ديالك وتقاتلي بكل قوتك باش تنتقم من امك اللي ماتت. وشينومي في هذه الوقيته كتنوض وكتحاول تقاتل بكل القوه اللي بقات عندها، ولكن ما كاين حتى حاجه كتاثر على هذا الكاجو اللي ولا قوي بزاف، وكتيري عليه ولكن هو كيعاود يضربها. وقوه الضربه ادت فرتكاش بمعنى الكلمه، وهي كتغوت بقوه الالم. والمشكله الكاجو كيتطور وكيولي قوي من الاول، وكيوجد الهجوم النهائي اللي غيقضي عليها به. ويلي زعما غتكون هذه النهايه ديال شينومي. كيبان لنا انه فقدات الامل واستسلمت الامر الواقع، وكتطلب السماح من بوها حيت ما قدراتش تولي مثاليه وقويه كيف ما هو باغي. والكاجو يلاه غيهجم عليها، ولكن واش كافكا غيخليها تموت؟ لا لا، كيجي عندها وقال لها انك درتي اللي عليك والضربه كتجي فيهم. كنشوفوا انه كافكا تحول وجات فيه الضربه كامل، وقال لها لانك قدرتي تواجه هذا الكاجو في هذه المده قدروا جميع الممتحنين يمشيو لبلاصه امنه، خلي هذا الكاجو على حسابي. وفي الجهه الاخرى كنشوفوا جميع الممتحنين هما كيديروا عمليه الاخلاء. كيبان لنا رينو هو كيقلب على كافكا ولكن ما لقاش، وقال مع راسو بين غيكون تسرع وتحول كاجو ولا تحول في هذه البلاصه اللي كتعتبر مقر القوه الدفاع، فغيعتبروا عدو ليهم وغيحاصروا ويقضيو عليه. ونمشيو عند كافكا اللي شينومي كتكون مصدومه منه حتى هو طلع كاجو، وكيطلبها باش ما تقول ليه حتى واحد. الهونجو في هذا الوقت يهجم عليه، ولكن الصدمه كتكون كافكا صد الهجوم ديالو بلا ما يشوف فيه. وقال شينومي غنقول لك التفاصيل كيفاش وليت كاجو من بعد، دابا خلينا نقضي على هذا الهونجو اللي قدامي. ونمشيو لمركز المراقبه اللي تم رصد قوه كاجو جديد قوي بزاف. كتكون مصدومه من هذا المقدار ديال القوه، وشكون غيكون هذا الكاجو؟ كافكا. ومقدار القوه اللي وصل لها كتكون هي 9.8 على مقياس الكاجو، وهذا المقدار كيتعتبر اعلى نسبه رصدوها في التاريخ. والرقيب هوشينا قال له لا يمكن، وقال غير مقياس خاسر بسبب الانفجار ولا شي حاجه وقعت. ونمشيو عند كافكا اللي كيجمع في قوته، وقال مع راسو انا ما عنديش الوقت لهذا الهونج وغنقضي عليه بضربه واحده. فعلا هادشي اللي كيوقع، جمع قوته كامله في يدو اللي ضرب بها هذا الهونج بقوه الضربه تبخر من الوجود،
وعلى حساب هاد القوه اللي بين لينا كافكا. فراه الجهاز ما غيكون ما خاسرش، حيت هذه هي قوه ديال اقوى كايجو في التاريخ، وشينوميا كتكون ما فاهمه والو، وكافكا جا عندك يجري وضرب واحد الكايجو كان وراه وقال لي انا فرحان حيت انت بخير وبصحه جيده، المره الجايه نبغيك تحافظي على حياتك شويه. كيوصل عندهم رينو اللي كيقول لي خاصك هاد الهضره تطبق انت الاول، وهما داويين شينوميا فقدات الوعي من اول جمعيات، ومن بعد كيبان لينا انه حتى واحد ما شاف كايجو كافكا بسبب كاميرات اللي خسروا. القائده مينو والراعي هوشينا تفاجئوا من المشهد ديال الهونجو اللي قضى عليه كافكا، وهوشينا قال فايت لي شاف بحال هذا المشهد قبل 3 شهور. وكيوصل الخبر رجوع ديال كافكا وشينوميا ورينو بسلام للمقر، وهكا كيكونوا جميع الممتحنين موقع لهم والو في هذا الاختبار. وهوشينا قال القائده مينا واخا شينوميا قوي بزاف ولكن ما يمكنش تقتل هذا الهونجو بواحد الطريقه. ومن بعد كينقلوا كافكا للسبيطار وكيوصلوا خبر شينوميا وهي دابا بصحه جيده، وكتجي عنده قائده مينا اللي كتشكر على انقاذ شينوميا. وكافكا بغى يدوي معاه ولكن قال مع راسو لا، تنولي ضابط ديك الساعه عاد باش ندوي معاه ونمشيو عند شينوميا اللي هي لافاغات. كتلقى قدام الراقب هوشينا اللي قال لها قدرنا نقضيو على الكاجو اللي من فئه اليوجو كاملين وما وقعت حتى خسائر بشريه بسبب انك قضيتي على الهونجو. وهي استغربات من الهضره ديالو، هو قال لها ياك انت اللي قضيتي عليه ولا شي واحد اخر قضى عليه. وهي تفكرات كافكا وقررت تحمي السر ديالو وقالت لي انا اللي قتلته، ولكن هوشينا ما تيقهاش، حس بشي حاجه ما هياش كاينه. وفي الجهه الاخرى كيبان لينا داك الكاجو الشكل ديالو غريب، كيسمع الاخبار وكيستغرب حتى واحد ما مات من الممتحنين. كيعيطوا عليه صحابو في الخدمه وهو رجع لهيئته البشريه ورد عليهم في التليفون ويلي يا صاحبي هذا العكس ديال كافكا، هو تحول لبنادم. وكيكون هذا الكاجو متطور بزاف على جميع الكاجو اللي كاينين في القصه. وهكا سالات الحلقه الرابعه. اش يوقع من هنا لقدام هادشي اللي غنشوفه في الحلقات الجايه، فما تنساش دير لايك وسبسكرايب وش تعليق يكون محفز باش نكملوا في هذه السلسله. تهلاو.